ليه في ناس بتشتغل وتوفر كتير بس فلوسهم مش بتكبر؟ وليه في ناس تانية دخلهم زيك بالظبط بس فلوسهم بتزيد؟ السر مش في قد ايه بتكسب، السر في ازاي بتصرف وبتوزع فلوسك. في واحد اسمه شارن بدأ بشغل بسيط ووصل لشركات كبيرة واكتشف ان الفلوس مش بتكبر بالتعب لوحده، بتكبر لما تحول تعبك لطريقة منظمة. وهفهمك ازاي تطبق الطريقة دي في 3 خطوات بس: السرعة، التنظيم، الفرص الذكية. الخطوة الأولى: السرعة في القرار بس الصبر في النتيجة. يعني ممكن تحط 500 جنيه في استثمار النهاردة وتسيبهم يكبروا على مدار 5 سنين، والفرق الحقيقي بيظهر لما العائد يتحقق ويتراكم مع الوقت. عشان كده مش المهم تبدأ بمبلغ ضخم، المهم تبدأ بدري وتدي استثمارك وقت كفاية. تخيل واحد بيشتري شقق صغيرة ويبيعها بسرعة عشان يكسب فرق السعر، وواحد تاني اشترى شقة واحدة وطور فيها شوية شوية مع الوقت. مين اللي كسب أكتر؟ مفيش إجابة واحدة، لأن المكسب الحقيقي بيتحدد بهتشتريها بكام، هتبيعها بكام، إيه اللي هتحسنه فيها، وهتخليها معاك قد إيه، وتمنها في السوق كام بالظبط. لكن لو الشقة زادت قيمتها والتطوير زود قيمتها بأكتر من تكلفته، ساعتها المالك ممكن يحقق مكسب أكبر من مجرد فرق البيع والشراء. السرعة في القرار بتخليك ما تفوتش فرصة، بس الصبر في النتيجة هو اللي بيخلي الفلوس تكبر أكتر. زي واحد اشترى أسهم في شركة كويسة وسابها فترة كبيرة، لقى قيمتها زادت كتير من غير ما يلمسها. ما تخلطش بين فلوس الشغل وفلوس الاستثمار، اختار استثمار مناسب ليك ولمخاطرتك وسيبه ياخد وقته. مع العائد المركب الوقت ممكن يكبر فلوسك. الخطوة التانية: اللي بيمتلك الأصل بيمتلك مساحة أكبر من التحكم والقرار. زي بالظبط لو انت مالك شقة، انت اللي بتحدد انت تبيع وبكم تعرضها. وده برضو زيه زي اما بتشتغل في شركة بمرتب، الشركة هي اللي بتحدد مقابل مهاراتك المقابل المادي لشغلك. الراتب ممكن يبقى ثروة، بس لو مفضلتش تبيع وقتك بس. حول جزء من دخلك لرأس مال وأصول ممكن تكبر أو تولد دخل. هو الفرق بين إنك تشتغل محاسب أو تستخدم دخلك وخبرتك لامتلاك مكتب محاسبة، يبقى أصل ودخل في نفس الوقت. شركة كبيرة اشترت شركة صغيرة ب1,000,000 جنيه، وبعد فترة قيمة الشركة دي وصلت في السوق 45,000,000 جنيه. يعني الأصل اللي اشتريته قيمته زادت. الفكرة هنا لما تشتري أصل بسعر مناسب وتخليه وتسيبه وقت يكبر، ممكن تتحول لمكسب حقيقي لما تيجي تبيعه. الخطوة التالتة: استخدم الفلوس عشان تجيب فلوس. وده الفرق بين اتنين اشتغلوا على نفس المشروع، واحد كسب والتاني مكسبش. ليه؟ لأن اللي كسب استخدم طريقة ذكية تكبر من مشروعه من غير ما يدفع فلوس من جيبه. الغني مش بيبيع أصوله عشان يكبر شغله، هو بيخلي أصوله تشتغل لصالحه، ياخد تمويل بضمانها ويستخدمها في فرصة عائدها المتوقع أعلى من تكلفة التمويل. بس لو العائد محققش المتوقع، التمويل ممكن يبقى أداة خسارة بدل أداة نمو. بس خلي بالك، التمويل مش هيخليك غني من الصفر، هو عامل زي المكبر بالظبط، بيكبر اللي موجود. يعني نفس نسبة العائد ممكن تحقق مكسب أكبر لو رأس المال الأساسي أكبر. فالقاعدة بتقول: ابني الأساس الأول وبعدها استخدم التمويل بحساب عشان تكبر نتائجك. قاعدة بسيطة: الفلوس اللي بتيجي كل شهر بتخليك تعيش، بس الأصل اللي بيزيد قيمته مع الوقت هو اللي بيخليك حر. يعني ممكن تكون بتاخد 20,000 جنيه مرتب، ده دخل شهري، بس لو انت عندك مكان بيجيب إيجار 5,000، ده دخل وأصل في نفس الوقت، والأصل هو اللي بيصنع لك الراحة. شركة معروفة مش بتبيع أكل بس، الأكل ده دخل يومي، بس ثروتهم الحقيقية في الأماكن اللي قيمتها كبرت كتير. يعني في مصر ممكن تفتح محل، ده دخل يومي، بس لو تملكت المحل ده، ده أصل ودخل في نفس الوقت. قاعدة تانية: ممكن تخاطر ب10,000 جنيه في فرصة مخاطرتها عالية، ولو نجحت ال10,000 جنيه دول ممكن توصل ل50,000 جنيه، يعني مكسب 40,000 جنيه. بس كل ما العائد المحتمل كبر، يبقى لازم تكون مستعد لاحتمال خسارة ومخاطرة أكبر. شركات الاستثمار في مصر ممكن تخسر في 3 مشاريع، لكن مشروع واحد ناجح ممكن يعوض الخسائر دي ويحقق مكسب كمان. يعني لو خسرت 30,000 جنيه في 3 مشاريع والمشروع الرابع حقق 50,000 جنيه، هو كده غطى خسارتك وبدأت تكسب. هي دي فكرة المكسب الكبير اللي بيغطي الخسائر الصغيرة. قاعدة مهمة: ما تحطش كل فلوسك في مكان واحد، عشان
العائد بتاعه كبير، بس لأن مكسب سريع ممكن يتحول لخسارة كبيرة. لو معاك 500,000 وزعهم بدل ما تراهن بيهم على مشروع واحد. نوع، لأن مفيش استثمار مضمون، وحتى الأقل مخاطرة فيهم مش بيحميك 100% من التضخم. الدرس مش في جودة الاستثمار بس، ولا في قد إيه حاطط فيه بس. الاتنين مهمين. ممكن يكون استثمار ممتاز وتحط فيه كل فلوسك وتعرض نفسك للخسارة، وممكن توزع فلوسك على استثمارات ضعيفة فتخسر برضو. الصح، اختار استثمار كويس ووزع مخاطرتك الملائمة لوضعك. قاعدة أخيرة، التوزيع بيحميك من مخاطر التركيز، بس ده مش معناه تشتري حاجات مش فاهمها. لو انت فاهم مجال كويس ركز فيه واختار استثمارات قوية، لكن ما تحطش كل فلوسك في أصل واحد. افهم الأول، اختار الصح، وبعدها وزع مخاطرتك. قبل ما تحط فلوسك في أي مكان بكرة، اسأل نفسك 5 أسئلة بسيطة. هل ده ممكن يزيد قيمته مع الوقت؟ مين المتحكم وإيه اللي بيمتلكه فعلا؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هل العائد المحتمل ده يسهل المخاطرة والتكاليف والاحتمالات دي كلها؟ هل أنا فاهم المخاطرة فعلا؟ ابدأ طبق الأفكار دي النهاردة، وخلي فلوسك تشتغل بحساب مش بالمجازفة.